ويلا بينا نشوف الفيديو. بتحفز الانسولين جليبتوس، جلفاسميت، جلوكوفانس. ادي يا ادي ده يا ماكرون، اماريل. سيطر على السكر، سيطر على السكر. انت عمال تعلي انسولين خلى السكر غير انه عمله ذهب بقى عمله نادره، بقى موجود في الدم وجسمك خايف يستخدمه لحسن المخ محتاج له وقود، والعضلات محتاجه له كماده خام، والكليه محتاجه له ماده خام، وكرات الدم الحمراء محتاجه له وقود، وانت عمال تنزل في امه تحت الارض. غير انت واقف تصنيعه منين؟ واقف تصنيعه من فضلات العضلات تتكون بقى، تركن هي فين؟ حموضه، بيرافيك يركن، لاكتيك يركن. عندك حموضه دايما في جسمك، وجسمك بيتخلص منها ازاي ما هوش عارف، نفسه بيحولها لجلوكوز وانت كاتمه بالانسولين. فهمت ولا لسه؟ طول ما انت قاعد عضلاتك تسخن بقى شويه، نص درجه حراره، جسمك يترعش، يطلع بيروفيك اكتر ولاكتيك اكتر، وتحاول تصرفه للجلوكوز ما انتش عارف، يقوم جسمك عامل انسولين ريزيستنس. وقف بقى شغل الانسولين ده وشغل الجلوكاجون غصب عن عين اهل. افتح حنفيه حرق الدهون، وانت بقى ازاي الانسولين ما يطلعش وما يشتغلش؟ ادي انسولين يا معلم، 30 وحده، 40، 100 وحده. اصل هيخش في اسيدوز يا ابني. الاسيدوزس اللي عنده الحموضه من كتر البيروفيك واللاكتيك، مش بالكيتون بوديز. الكيتون بتطلع تتحرق في ساعتها، الكيتون بتطلع تتحرق في ساعتها، الكيتون بتطلع تنقذك اصلا. ده اول ما تشوف الاسيتون في الدم تعرف ان الكبد اشتغل. تقف بقى تساعده وتواتش اتفرج. والله بقى الواد دخل في غيبوبه، خلاص نظبط له نفسه وضغطه وخليه في غيبوبته نايم لحد ما يصحى، وانتهينا. عايز تساعده بشويه انسولين خفاف ساعده، بس مش تحرق على امه لحد ما تموته. مش هيخف، هيفضل السكر يعلق قدامك. ليه؟ الجسم هو اللي رفض. تقوم انت تقولي لا اصل الجسم مش فاهم، السكر عالي هيبهدل الكلى. هيبهدل ايه يا ابني؟ ده جسمك النهارده رفض، اعلن العصيان على الانسولين، قال لك كفايه مش عايزين تاني انسولين. تقوم انت تقول له لا انت ما انتش فاهم، انت الانسولين اللي عندك قليل يا ابو بنكرياس بايظ، انت واللي خلفوك بنكرياسكو بايظ. انا عياني بقول له سكرك هيرجع طبيعي اما كبدك يرجع طبيعي. هيشغل هو الانسولين اللي عندك ان شاء الله يكون فسفوسه. لو عندك فسفوسه انسولين هيشغلها. يلا افهم، يعني لو عندك فسفوستين انسولين هيشغلها. انت الهلكه اللي عندك مش بسبب السكر العالي. مش انا هكمل لك اهو يمكن تفهم بقى. طول ما الانسولين بيقدر ينزل السكر ويحوله لدهون انت مش هتشتكي، هتفضل تكسب وزن واعراض الشيخوخه عندك. بس لسه اسمك ايه بقى؟ انت الاعراض عندك يقول لك ايه؟ انت ما قبل السكر. طول ما انت بتتخن يقول لك ايه؟ انت مقاومه انسولين، انت مش سكر. لا، المقاومه معناها الانسولين مش شغال. لحد طول ما انت بتتخن الانسولينك شغال. طول ما انت بتتخن انسولينك شغال، افهم الكلمه. طول ما انت عمال تربي دهون الانسولين بتاعك شغال. قافل الحنفيه بتاعت تكسير الدهون كده ضبه ومفتاح. اللهم بلغت اللهم فاشل. بص بقى، الدوره الطبيعيه لل دي ال والاتش دي ال كالاتي. بص، ال دي ال عامل كده والاتش دي ال عامل كده، الاثنين اخوات على فكره. هم قالوا ال دي ال ده مضر والاتش دي ال ده مش عارف ده النافع. ماشي؟ الضار والنافع. خدت بالك من الاسمين دول؟ مش اعتباطا قايلينهم بالمناسبه يعني الضار والنافع ما تصدروش كده. ال دي ال اهو والاتش دي ال اهو بيلفوا لفتهم في الدم. الاثنين دول مكونات شبه خلويه، مكونات. كنت فين قبل بابا وماما ما يموتوا؟ امال مين اللي عندكم بيفتح الباب؟ طيب ست رحمه الله عليهم. احنا كلنا رايحين، انا بهزر بقى، كلنا رايحين يا قلبي، كلنا رايحين. احنا املنا في اللي جايين، املنا في اللي جايين ان شاء الله. بص،
ال دي ال بيطلع بصوره اكبر طبعا، يعني من 60 ل 100، وده يكون فوق 60، يعني ده نقدر نقول ده ضعف ده. لان ببساطه ده مكوناته اغلى شويه، ده فيه بروتين اكتر فعشان كده هاي دينستي، وده البروتين فيه اقل فعشان كده لو دينستي. لكن الاثنين جواهم ده دهون ثلاثيه وده جواه دهون كوليسترول بالمناسبه. يعني الاتش دي ال جواه دهون كوليسترول، دهون، وده جواه دهون ثلاثيه، والاثنين بيكملوا شغل بعض، بيطلعوا يلفوا لفه وبيقابلوا بعض، يبدلوا مع بعض انزيمات ومواد خام ويكملوا لفتهم في الجسم. يعني الاثنين مهمين